يا مساء الخير، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا كويسين. أنا أمل. اليوم جبت لكم حلا مرة سهل، فكذا على السريع نقول بسم الله. عندي هنا جبنة كريمية، استخدمت هذه اللايت حطيتها في قمع، وعندي شوكولاتة سادة بالحليب، أي شوكولاتة سادة تحبوها، وعندي توت بعد ما غسلته ونشفته حأبدأ أحشيه بالجبنة. طبعا مرة أسهل بالقمع. الجبنة بالنسبة لي أنا كده مرة تمام، بس إذا حابين حطوا عليها سكر واخفقوها أول، بعدين أحطوها في قمع وأبدأ أعبوا حبات التوت. عرفتوا؟ بس أنا بالنسبة لي كده مرة تمام. وبعدين عندي هنا شوكولاتة حأبدأ أسيحها في الميكروويف. شوفوا كده بعد ما سيحتها بقيت كده نقط بسيطة، يعني ما أسيحها 100%، فأخليها تبرد على جنب. راح تدوب من حالها كده، شغلت دقيقتين. أنا استخدمت شوكولاتة بمحليات حتى بدون سكر، ما أدري كده مسك معايا خط صحي ما أعرف من فين جاء. المهم بعد ما أغلفهم الحبات، شوفوا كيف أحاول على قد ما أقدر إني أنزل الزايد وأحطها فوق ورق زبدة. حبات التوت ما أجمدها قبل ما أغلفها، يعني وهي كده عالسريع ورا بعض، لأنه لو جمدتوا حبات التوت قبل ما تغلفوها بالشوكولاتة حتاخد كمية شوكولاتة أكبر، لأنه حتجمد حوالينها شوكولاتة، فهمتوا؟ فكده ورا بعض. المهم دحين في آخر خطوة تحطوها في الفريزر. حطيتها تقريبا 10 دقايق في الفريزر وصارت جاهزة. شايفين كيف السهولة؟ مرة سهلة، مرة لذيذة. ينفع تقلبوها صحية بكل سهولة. فبس هذا هو الفيديو حق اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، ولا تنسوا تلايكوا لي هو وبس.